نرجع بقى لمرجوعنا والإجابة على السؤال بتاعنا، ليه أولادنا بيعملوا عكس اللي احنا بنطلبه منهم؟ لأن احنا بكل بساطة بنديهم الأوامر بطريقة خطأ، بطريقة تحفز العقل اللاواعي على عمل عكس اللي احنا بنطلبه من الطفل أو من الطفلة. طيب إزاي أدي لابني الأوامر بطريقة صح عشان تتماشى مع عقله اللاواعي؟ لو مثلا فرضنا انت عايز تقول له ما تضربش اخوك، هتقول له ايه؟ العب مع اخوك بهدوء. شايف الفرق؟ ما تضربش اخوك ده امر بيروح للعقل اللاواعي عند الطفل، امر سلبي فبيرفضه العقل وبيعمل عكسه تماما. لكن لما تقول له العب مع اخوك بهدوء، الرساله بيتقبلها العقل عند الطفل بان دي مش رساله سلبيه، مش رساله مرفوضه عند العقل اللاواعي، فبالتالي هيبدا الولد يتجاوب مع الامر اللي انت اديته له. لو مثلا عايز تقول له ما تتكلمش بصوت عالي او ما تعليش صوتك، هتقول له ايه؟ يا حماده اتكلم بهدوء، اتكلم بهدوء. عقله اللاواعي هنا بياخد الرساله في انك مش بتعترض عليه، لا ده انت بتقول له اتكلم بس اتكلم بهدوء. لكن لما بتقول له ما تعليش صوتك كانك بتقول له ما تتكلمش. فاهمني ازاي؟ فبيرفض الرساله اصلا من بدايتها. عايز تقول له ما تنساش الحاجه الفلانيه، بلاش تقول له كلمه ما تنساش، قول له تذكر كذا، يبقى افتكر كذا. فاهمني؟ انت كده بتنشط عنده العقل الايه؟ اللاواعي، بتخليه يقبل الرساله او الامر اللي انت بتديهوله. عاوز تقول له ما تكسرش اللعب بتاعتك، ما تقولوش كده. حماده تعالى حافظ على العابك، حافظ على العابك، غير بلاش تكسر العابك او ما تكسرش اللعبه بتاعتك، حافظ على العابك. شايف الجمله؟ فنقي الاوامر اللي انت بتديها للعقل اللاواعي عند الطفل باسلوب كويس عشان يتقبل منك الايه؟ الامر، فبالتالي ما يعندكش وبالتالي ينفذ واحده واحده اللي انت طالبه منه. عزيزي المربي او عزيزتي الام او عزيزي الاب، صدقني لو اتعاملت بالطريقه ديت مع ابنك او بنتك الصغيرين هتلاقي في فرق، وهتلاقي مقاومه الابن ليك قلت وعناده قل، وصدقني هتلاقيه متعاون معاك وبيعمل كل اللي انت عايزه. مش كده ولا ايه؟